السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اليوم ان شاء الله على الفيديو يلقاكم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكغاتان مالح كيجي روعه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. طريقه التحضير: عندنا البطاطس نغسلوها، من بعد ما نغسلوها ونقطعوها على الشكل المكعبات حتى نكملوا ان شاء الله التقطيع ديالها. من بعد ما درنا واحد الاناء فوق البوطه فيه الماء والملح. بعد ما نكملوا ان شاء الله البطاطا بهذا التقطيع بهذا الشكل هذا. كيجي البنات واحد الكغاتان صراحه رائع ولذيذ، والكل تعرف بان البطاطس كلشي الاطفال تيحبوها، كبير وصغير. ها الماء ديالنا غلا. من بعد ما تيغلى يعني الماء ديالنا تيدير الفقاعات، تنديروا فيه البطاطس. ندوزو نقطعوا واحد الحبه البصل على هذا الشكل هذا، ونقطعوا الصدر الدجاج. نتوما الا عندكم تداند سمحوا لي، نتوما الا عندكم داند قطعوه هكا مكعبات. انا متوفر عندي صدر الدجاج، تعجبني نديرها بصدر الدجاج. قطعوا ان شاء الله على هذا الشكل هذا. استمروا على التقطيع حتى نكملوا جميع المغصوات اللي عندنا. قطعوهم مكعبات. بعد ما البطاطس ديالنا طيب ان شاء الله نحضروا مكعب ديال الدجاج. غادي نقطعوا الفلافل بهذا الشكل هذا، حتى هي نقطعوها ان شاء الله مكعبات. البنات اللي متوفر عندكم في الفلافل، يا حمراء يا صفراء يا خضراء، الا متوفرين كاملين ممكن، علاش لا. المهم انا عندي الفلفل الاخضر، غادي نقطعو بهذه الطريقه هذه، حتى هو كذلك مكعبات. هاد الخضر هادو نحاولوا دائما ندخلوهم في الوصفات ديالنا، ندخلوا الخضر. كيعرف الكل كيعرف فوائد الفلافل، كلها الياف. نستمروا بهذا الشكل هذا حتى نكملوا. ودابا غادي ناخذوا واحد المقلاة، نوضعوها فوق النار هادئه متوسطه. نضيفوا فيها الزيت. انا درت زيت نباتيه، الزيت تيبقى البنات اختياري، اللي تيبي يدير زيت الزيتون، لكن الافضل هو زيت نباتيه. غنشحروا فيها. عرفتي الكل تعرف ان زيت الزيتون فوائدها هي ما تطيبش بحال طيبش، تتحرق، ما تتبقاش فيها الفائده ديالها الطبيعيه. من الاحسن زيت الزيتون دائما نزيدوها من غير ما نطبخوها فوق الاكل، نخليوها طبيعيه. المهم طولت عليكم. تقريبا 2 معالق كبار زيت نباتيه. عندنا نصف ملعقه الفلفل الاسود يعني الابزار، فلفل الاحمر، معلقه صغيره ممسوحه. هنا زنجبيل يعني سكينجبير نصف معلقه، الملح، ونستمروا تحريك البصل اللي نسجم مع هاد التوابل كلها. والثوم البنات الكل تعرف ان الدجاج ضروري تيبي الثوم، واحد في رويسة الثوم ولا بودر اللي متوفر عندكم، هي ضروري من الثوم. نضيفوا دابا قطع الدجاج، معدنوس، معلقه المعدنوس مقطعه مفروم على هذا الشكل هذا. ونضيفوا دوك الفلافل فلفل، ونستمروا بالتحريك حتى يوجد لينا. نخليوه يطيب بلا ما تشحر لينا هذيك الحشوه. غادي ندوزو للتحضير ديال لاصوص بشاميل. هاد لاصوص تحتاج للزبده،
نديرو الزبده، نذوبو الزبده ونضيفو ليها الدقيق الابيض، ونستمروا في التحريك مع اضافه الحليب. نبقاو نزيدو الحليب بشوي بشوي ونحركو مزيان التحريك المستمر في هاد لاصوص. ونزيدو الابزار، ملح، نبشرو شويه الكوزه، غير شويه ماشي بزاف، ما تعطيها واحد النسمه لهاد لاصوص كتجي فيها رائعه. هاي لاصوص ديالنا وجدات. المول ديالنا اللي غندخلوه للفرن هو هذا، غندهنوه بالزبده. الا بغينا ندهنوه ما بيناش ماشي مشكل. نضيفو ليه لاصوص بشاميل بهذه الطريقه هذه. غنضيفو فوق منه هذيك البطاطس ديالنا من بعد ما طابت، نضيفوها فوق من هاد لاصوص على هاد الشكل هذا. هاد البطاطس حتى هي البنات راه درنا ليها اضافه الملح والابزار. ضيفوا فوق منها القطع ديال الصدر الدجاج اللي طيبناه مع البصل والفلفل، ونضيفوه بهذا الشكل هذا، شكل عشوائي. نضيفو فوق منه لاصوص، دابا غادي نضيفو ليه لاصوص كطبقه ثانيه. صدقوني يا البنات والله الا كتجي واحد الكغاتان رائع والله. ديروا العشاء الاطفال كغذاء. المهم نضيفوا ليه فرماج. ها هو الكغاتان ديالنا من بعد ما خرج من الفرن كيجي على هذا الشكل هذا. صدقوا البنات راه تيجي روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتخلوا لينا التعاليق ديالكم ومشاركوا معنا في القناه وضغطوا على الجرس يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم.